بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزمالك خسر من الترجي 2-0 في رادس، والأهلي تعادل مع صن داونز هنا في القاهرة 2-2. يمكن مش هنتكلم كتير في موضوع الزمالك، لأن الزمالك كلنا عارفين المتاهة اللي هو فيها بقاله فترة وسوء النتائج والحالة اللي بيمر بيها الفريق والنادي كله في كل الألعاب يعتبر. فده كان نتيجة طبيعية اللي حصل ده، وأي حاجة كانت هتحصل غير كده كانت هتبقى مفاجأة يعني. فكلنا كنا متوقعين كده بجميع انتماءاتنا، يعني كنا عارفين ان ده في الغالب بنسبة 99% هو اللي هيحصل. الاهلي اتعادل مع صن داونز هنا في القاهرة 2-2 بعد ما كان متقدم. حاول تأخره الاول ل 1-0 الشوط الاول ل 2-1 وضربة جزاء ضايعة، وفي الاخر هم تعادلوا برضو من خطأ دفاعي زي الجون الاول كان خطأ دفاعي، فانتهت المباراة 2-2. خلوني بس يعني ايه، انا عاوز اعرف يعني في حالة كده غريبة يعني كده بيمر بيها النادي الاهلي، انا مش لاقي لها تفسير بصراحة، وفي علامات استفهام كتيرة قوي في المباراة. مش عارف يعني. كولر دايما بيتأخر في التغييرات، ده انطباع سائد عند الكل، يعتبر كل الناس المفروض ملاحظاه. وايه يعني مش عارف الحقيقه، وفي بعض الاشخاص يعني انا مش عارف، يعني احنا لو اتكلمنا بالتفاصيل، يعني مثلا لعيب زي حمدي فتحي ازاي ما يبقاش موجود؟ انا مش فاهم ايه مشكله حمدي فتحي، ايه الموضوع ده؟ يعني لازم يبقى اساسي، يعني اذا كان ديانج بنحط عليه الفرقه وبتاع، ديانج بقى بره مستواه. ديانج بقاله دلوقتي تقريبا 5 ماتشات او 4 ماتشات بره مستواه، فشيء طبيعي ان حمدي فتحي يبقى موجود. الراجل في يعني كان سر نجاح الاهلي قبل ما نروح كاس العالم، وحتى في كاس العالم ادى ده كويس في الاوقات اللي شارك فيها. حمدي فتحي لعيب لا غنى عن وجوده. انا ما اعرفش ايه موضوعه، ايه موضوع حمدي فتحي، ما اعرفش. دي الحاجه التانية قفشه. قفشه زي ما احنا شايفين، قفشه مش هو قفشه خالص خالص، ده كل الكور على رجل قفشه قلشه. ما اعرفش ايه سبب الاصرار على وجوده في الملعب. انا شايف ان وجود قفشه في الملعب يخلي الاهلي يلعب ناقص لعيب، بل بالعكس ده بيبقى ديستروير لينا للهجمات بتاعتنا. انا مش فاهم والله بجد. دي حاجه تانية. حاجه تالتة. حسين الشحات، لا بصراحه يعني الله اكبر عليه، حسين مأدي اداء عالي قوي في الفتره الاخيره، وتسلم يا حسين بجد على الاداء الجميل اللي انت مأدي. الشناوي، الله اكبر يا شناوي، عملت اللي عليك. و يعني ما اقدرش اقول ان انت قصرت. الماتش اللي قبليه صديت ضربة جزاء، وامبارح شلت كور كتير بصراحة يعني تأخيرة. بصرف النظر عن ان فريق سان داونز مختلف عن اي فريق تاني لعبه اي فريق مصري، لان فريق سان داونز واحد من اهم الفرق واقوى الفرق في القاره، اذا ما كانش اقواها كمان دلوقتي بالتشكيل اللي هو فيه. لكن يعني انا شايف ان الاهلي اقوى منه. انت عندك سكواد عالي، عندك لعيبه فنياتها كويسه، وعندك منهم اللي فنياته عاليه. السكواد بتاعك يأهلك انك تعمل ماتشات افضل من كده بمراحل كتير. معرفش بعض الحاجات كده بس اللي المفروض ان هي ناخد بالنا منها يعني. مش لا تفسير بصراحه، لا. حاله عدم الانضباط التكتيكي اللي كانت موجوده امبارح في الشوط الاول، انا ما اعرفش ايه سببها. كان في حاله توهان كده في الملعب، ما اعرفش ليه. آه بقالنا فتره بنقول محتاجين راس حربه. كل الماتشات اللي بنعاني فيها بتكون بسبب ان ما عندناش راس حربه، ما عندناش راس حربه قوي، ما عندناش سترايكر فعلا بمعنى كلمة سترايكر بالمعنى الحرفي بتاعها. ما عندناش، احنا محتاجين. ما اعرفش ليه الإدارة أثرت في النقطة ديت، أنا مش عارف الحقيقة. كابتن خطيب، أنت محتاج تراجع نفسك في موضوع الصفقات. أوكي، عملنا صفقات كويسة وانتدابات كويسة، لكن يعني أهم صفقة فيهم كانت رأس الحربة. ما هو ده اللي بيتوج موجود كل الناس اللي أنت بتجيبها والناس اللي بتلعب. أنا مش فاهم برضو إيه يعني، حاجة غريبة. محتاجين جناح شمال، محتاجين باك شمال. محمد اشرف مش هيعوض معلول ابدا، قدامه فتره كبيره. خامه كويسه ومبشر بالخير، لكن قدامه فتره كبيره. الدفاع، ايه اللي حصل امبارح؟
منظومة متولي وعبد المنعم كانت من افضل المنظومات الدفاعية في المصرية، اذا ما كانتش في افريقيا، وقعدت فترة كبيرة. طب ايه اللي حصل امبارح؟ في ايه؟ الجونين غلطتين من الاتنين. ايه؟ في ايه يا جماعة؟ اللعيبة لازم تشد شوية. مستر كولر انا عارف ان الراجل دماغه عالية وما شاء الله والكلام دوت، بس عنده شوية سلبيات او علامات لازم يتفاداها في الفترة اللي جاية. مش هينفع. فرصتنا قائمة وفرصة كبيرة وجميلة وانا متأكد ان شاء الله ان احنا مرينا بالظروف دي قبل كده اكتر من مرة وكنا قدها وقدود، وفنشنا اول وفي الغالب كنا تاني. المهم ان احنا صعدنا من المجموعة. لكن مش كل مرة هتسلم الجرة. لازم ناخد بالنا. لازم نبتدي قوي وننهي قوي. مش كل مرة أول ماتش ولا ماتشين يحصل فيهم دروبات وبعد كده أقعد أحسبها. لأ، مش الأهلي. ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعة. يعني ده تحليلي الشخصي لموضوع الأهلي. موضوع الزمالك زي ما ابتديت قلت، الزمالك ربنا يكون في عونه، في عون جماهيره مش في عون اللعيبة، لأن أنا شايف إن في تأثير كتير من اللعيبة بصراحة. تمام، اوكي، عندهم انهيار اداري وبتاع والكلام دوت، بس ما يعني اللعيبه محتاجه تدوس على نفسها. اللعيبه حاسه ان هي ما بتهنش نفسها في الملعب. ما اعرفش. يوم حزين جدا للكره المصريه بصراحه. حتى منتخب الشباب خسر هنا في البطوله اللي احنا منظمينها على ارضه 4 امبارح. يعني يوم حزين بكل المقاييس بصراحه. يعني ربنا يكون في عون الجمهور المصري كله بامان. يمكن الاهلي الورقه الوحيده اللي فاضله، ولازم كلنا نمسك فيها. لازم كلنا نتكاتف حواليها بقى يا جماعه، زملكاويه اهلاويه اسماعيلاويه ايا كان بقى. ما هو انت فاضل لك ممثل واحد هو اللي فرصته قائمه وفرصه كبيره، لازم تبقى جنبه. انا مش شايف، وقسما بالله العظيم لو نفس الظروف عند الزمالك وانا اهلاوي هقف جنبه واشجعه. انا امبارح اتفرجت على ماتش الزمالك كله. على فكره ماتش الاهلي اتفرجت على الشوط الثاني، ما اتفرجتش على الشوط الاول. لان ما كانش فيه فرصه عندي، كان عندي شويه حاجات يعني. الماتش الزمالك انا اتفرجت على معظمه. يعني اتفرجت على الزمالك اكتر من اتفرجت مع الاهلي. وكان نفسي انهم يقدروا يعملوا حاجه. كان نفسي. بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحصل اللي حصل. وبقول لكم ده كان طبيعي، كلنا كنا متوقعين وعارفين ان ده هيحصل من قبل الماتش ما يبتدي. ربنا يعمل الخير في اللي جاي ان شاء الله. طبعا الحاجه التانية اللي هتكلم فيها، انا مش هعلق طبعا على حكم القضاء ولا اللي حصل، لان دي كانت نتيجه حتميه ولازم تحصل. احنا في بلد بتحترم القانون والقضاء، وده كان لازم يحصل. كلنا كنا عارفين ان مهما طال غياب تنفيذ القانون كان هيحصل في الاخر. الله اعلم بقى ليه اسبابه ليه فكره ايا كان بقى، اتاخر ما اتاخر، المهم ان هو كان هيحصل في الاخر وكلنا عارفين. وتم رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور واتحبس. والله ما لا شماتة، لكن هو ده طبعا لم تجن ايديكم. يعني لم تحصدوا الا ما جنت ايديكم يعني. مش عارف يعني. هو بس النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها في الموضوع ده يا جماعة، كفاية فرقة، كفاية ابعاد، كفاية اختلاف. احنا طول عمرنا واحد وهنفضل طول عمرنا واحد، اهلاوي وزملكاوي. لازم كلنا نتكاتف، كل واحد يدعم فرقته بطريقته. ولو فرقتي اخفقت هارد لك، واشجع الفرقة التانية لو شايف ان هي بتأدي كويس. ولو انا فرقتي ماشية كويس المفروض ان انا اتمنى الخير للفرقة التانية. احنا اختلفنا كتير قوي يا جماعة بصراحة. يعني انا شايف ان الموضوع اللي حصل امبارح، طبعا بعد الحكم ده ترتب عليه طبعا اقصاء مرتضى منصور من رئاسة الزمالك. هرجع اقول تاني اللهم لا شماتة. انا مش فرحان. انا مبسوط بتنفيذ القانون اوكي، لكن انا مش فرحان في ان رئيس الزمالك اتشال. كنتش حابب طبعا ده يحصل. طبعا المفروض ان هتجرى بقى انتخابات على مقعد رئيس الزمالك ونائبه لانه ما كانش موجود. عارفين طبعا القصة. الله اعلم بقى
مجلس إدارة الزمالك إذا اتفقوا على الأكبر سنا زي ما بيتنص اللائحة أو القانون، المفروض إن هو اللي يمسك فترة مؤقتة لحد إقامة الانتخابات. أما إذا اعترضوا قدموا استقالتهم، في الحالة دي هتتم انتخابات على المجلس كله. أنا شايف إن دي فرصة نبتدي ننبذ فيها التعصب، نبتدي نحكم عقولنا قبل قلوبنا. أهلاوي زملكاوي إحنا إخوات، أيا كان لو بتحصل ما بيننا مناوشات ولا حاجة، كلها في نطاق الرياضة يا جماعة، في نطاق الرياضة، وخلصنا من الموضوع. نرجع بقى زي زمان يعني. جمهور الاهلي وجمهور الزمالك كانوا بيقعدوا في مكان واحد، ما كانش فيه اسوار ولا الكلام ده ما بينهم، وما كانش بتحصل حاجه، كانت الكلام كله مناوشات وحاجات عبيطه يعني كده بالبلدي، وبتحصل في المباراه خلاص وخلص الموضوع، وكل واحد خلاص حبايب وخرجنا وبتاع، وده فرقته خسرت ده فرقته كسبت، مبروك ده فرحان ده مش عارف ايه، الماتش اللي بعديه اللي كان زعلان هيبقى فرحان، وهكذا. هي دي سنه الحياه وهي دي الرياضه. فرصه والله العظيم كويسه، فرصه كويسه جدا. يعني صدقني يا سيادة المستشار، انت ساعدت كتير، ساعدت كتير على الفتنة. مش هقول لك ان انت لوحدك، بس ده انت دفعت ضريبة انك سمعت اللي حواليك، المطبلاتية بتوع عشا الملك مات الملك. الله يا سيادة المستشار، الله، الاسد، الاسد. ادي النتيجة، ادي النتيجة، ادي النتيجة ان سبت المنتفعين يقعدوا يزنوا في ودانك وصدقتهم، وصدقتهم. وممكن واللي احنا كنا بنشوفه في الفترة الأخيرة بالذات يقول إن أنت يعني ساعدوك على إنك ترسخ فكرة إنك فوق القانون، إن محدش يقدر مش عارف أقول لك إيه. ده فلان وده علان وده ابن كذا ودي بنت كذا وده مش عارف إيه وده بيعمل فين وده بيروح منين وده بيجي منين، وعفركوش وسيد وإبراهيم وده ابن كذا ومفيش جناحة في وراك على مصمص. كلام عمرنا ما كنا نتصور ان احنا هنسمعه، تمام؟ كان المفروض ان هو ما يخرجش منك لولا انك سبت ودانك وعقلك لشوية المطبلاتية اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ساعدوا على اللي احنا وصلنا له. الراجل دلوقتي محبوس بسبب شوية مش عارف، مش عاوز اغلط، والله العظيم ما عايز اغلط، محبوس بسببهم وبسبب عنده وكبره اللي كان زاد عن حده، خلاه يخوض في اعراض ناس ويغلط في ناس كتير. وكان عموما نخلص من الموضوع ده. اللهم لا شتمات، اللهم لا شماتة، اللي حصل حصل، ربنا يفك حبسه، ما نتمناش السوء لحد. واتمنى تكون هي يعني زي قرصة ودان من ربنا كده بعد كده هو طبعا مش هيبقى ليه وجود في الرياضة تاني، طبعا ده بنص القانون، لكن اتمنى بقى في الحياة العامة حتى، لان هو شخصية عامة مرتضى منصور، شئنا ام ابينا، وعايش معانا وموجود وسطنا، وليه احاديث واقوال كتير في مجالات كتير مش رياضة بس. على العموم خير، اتمنى اللي جاي خير بالنسبة للاهلي والزمالك. وعلى فكرة الزمالك فرصته صغيرة، لكن فرصته لسه في ايده. لو فاز الثلاث ماتشات اللي فاضل له، تمام، وهو عنده نقطة، هيبقى عنده 10 نقط، يبقى ممكن حتى لو اتعادل مع فريق تاني، يعني ممكن غالبا ممكن يعني على حسب الحسبة اللي انا حسبتها في دماغي، ممكن يكون المريخ فيتعادل معاه في النقط، وفي الحالة دي هيحتكموا لفرق الاهداف يعني. وممكن تكون فرق المواجهات المباشرة، يعني لو الزمالك كسب 3 ماتشات يبقى منهم المريخ على أرضه وهو متعادل معاه هنا، يبقى ممكن تعدي، ممكن تمشي. الأهلي فاضل له 4 ماتشات، فرصته كبيرة جدا في التأهل، وبرضه بإيده، مش هنحتاج من حد. إن شاء الله خير بإذن الله. سعيد إن أنا كنت معاكم، سعيد إن أنا شفتكم، وأتمنى إن أنا كنت خفيف على قلبكم. شكرا، السلام عليكم.